فهو الحقيقة يعني أنا معني في ذات نفسي بإني أقرأ أستزيد من العلم، وأعترف أنني يعني بعد ما وصلت إلى ما تطمح إليه نفسي، مع أنني أقرأ دائما يعني على ظروفي الصحية وحالي في اليوم 15 ساعة على الأقل. على الأقل. وإن يعني مخطوط أنا بشتغل فيه أوراق غير مرتبة، ظللت 45 ساعة قاعد على المكتب من الخميس للجمعة، رحت صليت الجمعة ورجعت أكمل حتى انتهيت من ترتيب المخطوط، لأن المخطوط ملوش الصفحات مترقمة غلط، بس الكلام مش ماشي مع بعض. الصفحة تنتهي أقرأ ألاقي الكلام ده مش تتمة للكلام السابق. أصعب شيء ترتيب مخطوط مهلهل أوراقه شذر مذر يعني. ولم أشعر أنني أحتاج إلى أن أنام ولا آكل، وهمتي أن أرتب هذا المخطوط لأنه عقب في طريق الكتاب اللي أنا بقى أحققه، كتاب 16 مجلد. بعد كل هذا البتاع يأتي لي كتاب المناسك غير مرتب كمان، يعني عمل دي كله هتهد بقى لي 10 سنين في الكتاب بشتغل فيه، بقى لي 10 سنين في الكتاب. يعني هذا الكتاب إذا خرج 25 مجلد ياخد مثلا مني 15 سنة إن أحيانا الله عز وجل قوانا عليه. أنت لما تروح تشتري بتشتري 15 سنة من عمري ب100 درهم ثمن الكتاب، ولا تعلم ما الذي بذلته في هذا الكتاب. صححته حرفا يعني، واللي أنا أستشكله أعلق في الحاشية أقول أنا لم أفهم هذا الكلام، أو إن الكلام غير متسق، أو الكلام ده فليحرر هذا الموضع. ربما وقف أحد آخر على مخطوطة يحرر الموضع، بس أنا بينت إن أنا مش فاهم، فأبين إن أنا مش فاهم، ما أعملش فيها أبو العريف وأتكلم ولا هينهشوني أهل العلم اللي مر على الرصد والكلام ده، يقول هذا الجاهل الذي يقول كذا وكذا 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 وكذا. فأستعذب يعني التعب والهوان في هذا. يعني كما قال القائل: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. جميل، كلام جميل. وكلام سمنون المحب. ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار، أعلم أنه هذا وطئ النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا أني خطرت بذلك. الله الله الله. لمجرد بس إن أنا مريت على خيالك أنا على استعداد أدخل النار وأستعذب الدخول في النار. طبعا هذا الكلام الشعراء المقصود به محبة الله عز وجل. نعم.